ازاي الشركات الكبيرة بتعرف تنتج كونتنت جامد باستمرار من غير ما يعتمدوا على الحظ او ان هم يقولوا يا رب الفيديو ده فايرال؟ وفي اخر الفيديو انا هديك فايل فيه الرود ماب كاملة للي انا هشرحه في الفيديو ده. المرحلة التانية بقى ان انت تشوف الماركت والكومبيتيتورز سيجنالز او اشارات السوق واشارات المنافسين. هنا بقى انت مش دورك ان انت تقلد كونتنت او كوبي، لا انت دورك هنا ان انت بتشوف الكونتنت اللي عنده بوتنشال ان هو لو اتعمل بطريقة معينة وبفورمات معينة هيحقق اكسبوجر عالي. فببتدي هنا انا ببص على الناس او الكومبيتيتورز بتوعي بيعملوا ايه علشان اقدر استلهم منهم اللي الناس عايزاه بالظبط، واطلع انا بالفورمات اللي هبقى متوقع ان هي تحقق الاكسبوجر الاعلى. طيب هنا بقى انت ممكن مثلا تبص على البوستس اللي بتجيب نتائج قويه جدا وتشوف هي ايه مشاكلها او ايه المعلومه اللي ناقصه فيها او الناس تفاعلت معاها بشكل عامل ازاي، لان ده طبعا بيديك كده سيجنال معين ان في حاجه هنا ناقصه، في حاجه هنا لو اتعملت كنا هنخلي الكونتنت ده احسن سواء عندي او عند الكومبيتيتورز بتوعي. تاني حاجه هو ايه الهوكس اللي بتتكرر كتير وايه الفورمات اللي بتتكرر كتير اللي الناس فعلا بتنجج معاها، لان دي طبعا بتبقى مهمه جدا ان هي تسهل عليك ان انت تقدر تبيت بعد كده او تراهن بعد كده على كونتنت معمول بفورمات اوريدي متجربه واوريدي ناجحه او بهوكس اوريدي متجربه واوريدي ناجحه. برضه بيبقى في انجلز كده معينه انت تلاقيها دايما في الكونتنت هي في الاندستري دي ناجحه والناس ماشيه بيها وبتحبها، فده بيديك سيجنال قوي جدا ان دي فورمات وانجل ناجحه، جربها وروح اعملها وروح طبقها لما انت تشتغل عليها بالطريقه